في وسط كل الأصوات اللي حوالينا، وسط الناس اللي بتنتقد، اللي بتحكم، اللي بتقارن، بننسى صوت مهم جدا. صوت جوا كل واحد فينا بس بيبقى مكتوم. صوت بيقولك أنا مستحق الحب زي ما أنا. بس الحقيقة قليل أول ما بنسمعه. حب النفس مش رفاهية ومش أنانية. حب النفس هو إنك تصحى الصبح تبص في المراية وما تكرهش اللي شايف. هو إنك تبطل تهاجم نفسك أول ما تغلط. هو إنك تتكلم مع نفسك بلطف مش بقسوة. حب النفس هو إنك تسأل أنا محتاج إيه قبل ما تسأل الناس عايز مني إيه. فيه فرق كبير بين إنك تحب نفسك وإنك تكون مغرور. الغرور بيقول أنا أحسن من الكل. حب النفس بيقول أنا مش أقل من حد. وشوف الفرق الكبير ده. هو ده اللي محتاجين نعيشه. احنا تربينا نربط القيمة بالإنتاج. لو اشتغلت أكتر بقيت أحسن. لو نجحت أكتر أستؤهل الحب. ولو فشلت يبقى أنا وحش. بس دي كذبة. حبك لنفسك مش لازم يكون مشروط بإنجاز أو وظيفة أو شكل جسمك أو عدد متأبعينك. أن تستحق تحب نفسك لمجرد إنك إنسان بتتنفس، بتحاول، وبتعدي. خد نفس واسأل نفسك أنا لو كنت صاحبي كنت هتكلم معي بنفس القسوة دي، ولا كنت هقول لنفسي أنت بتعمل اللي تقدر عليه وأنا فخور بيك. حب الذات مش هروب من المسؤولية ولا إنك تقعد في منطقة الراحة. حب الذات إنك تهتم بصحتك النفسية وتقول لا وقت ما تحس إن طاقتك انتهت. حب الذات إنك تتعلم تقول أنا مشاهمح لحد يقلل مني حتى لو كنت أنا اللي بقلل من نفسي. يمكن تكون كبرت على إنك تبطل تسمع صوت النقد الداخلي اللي بيقولك إنك مش كفاية. بس عمرك ما كبرت على إنك تبدأ تسمع لصوت جديد، صوت الرحمة. صوت يقولك أنا هنا علشانك. أنا بحبك وهفضل أحبك حتى وأنت مش في أفضل حالاتك. الرحلة دي مش سهلة ومش سريعة. بس تستاهل. لأنك تستاهل. مش علشانك وصلت. ولا علشانك صحيت بدري. ولا علشانك ما غلطش. أنت تستاهل لمجرد إنك أنت. وفي كل مرة هتختار فيها تحب نفسك بدل ما تقسو عليها، أن تأخذ خطوة لقدام. خطوة في اتجاه الشفاء والهدوء والسلام. خطوة لقدام. في طريق طويل بس جميل. خد بالك من نفسك. عاملها زي ما بتعامل حد بتحبه. كل مرة بتتكلم مع نفسك افتكر إنها بتسمعك. فخلي كلامك طيب. خلي كلامك أمان. ولو وصلت معي للنهاية فده دليل إنك ابتدي لنفسك وقت. وده أول شكل من أشكال الحب. شكرا ليك ومن قلبي. بحيك. ميكروفون في النهاية. لو عجبتك الحلقة دي ما تنساش تشترك في قناة منديل وتفعل الجرس عشان توصلك كل الحلقات. وسيبلي في التعليقات إيه أكتر جملة لمستك. ولو عايزني أتكلم في مواضيع معينة جاية ابعت لي. صوتك مهم جدا. دي كانت حلقة من بودكاست خطوة لقدام. لحد ما نتقابل تاني. خليك دايما رحيم بنفسك.